طول عمري بحب الطاعات الصغيرة اللي ليها معاني كبيرة وأجر عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أولا وحشتوني جدا، والنهاردة جايبه لكم هدية. النهاردة هنتكلم عن سورة الفاتحة وجمالها وأفضلها وروحانيتها. هنبتدي كلامنا بالآية 87 من سورة الحجر، واللي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وتفسير الآية عند جمهور العلماء بيقول أنه عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وقتادة أن ال7 المثاني هي فاتحة الكتاب، وسميت بال7 المثاني لأن عدد آياتها 7، وأن مثاني معناها أنها تسنى أو تقرأ بكثرة. وطبعا إحنا كل يوم بنقرأها في الفروض الخمسة 17 مرة كحد أدنى. يعني لو حد بيصلي الفروض الخمس بس فهو بيقرأها 17 مرة، ولا تصح صلاتك بدونها. وذكرت في أول المصحف دون غيرها لشرفها، ولأنها تقرأ في كل ركعة. يعني حضرتك لما تيجي تصلي وتسلم وجهك لله وتقف وتقول الله أكبر، وبعدين تبتدي تقرأ الفاتحة، واللي أول آية فيها بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللي هي من الآيات ال7. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فيرد عليك ربك جل في علاه: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، فيرد عليك ربك: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، فيرد ربك: مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول ربك: هذا بيني وبين عبدي. اهدنا الصراط المستقيم، فيرد ربك: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، إلى باقي السورة. الجزئية بتاعت هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني في الجزئية اللي انت بتبتدي تدعي فيها وربك بيرد عليك هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، علم الله بقدرته أنك في حضرة الرضا، وفي حضرة الرضا ستطلب من الله ما لا قدر له، أي ما لا قيمة له. خشى عليك ربك أن تطلب ما لا قدر له، على لسانك مجريات الطلب، وطلب على لسانك بذاته من ذاته الطلب الذي يليق بحضرة الحضور. أصل أقصى وأكبر الطلب كنت هتطلبه إيه؟ مال، أولاد، سلطة، أمور فانية. إنما ربك طلب لك الطلب اللي يليق بحضرته وقدرته. أي طلب كنت هتطلبه لا قدر له في مقابل الطلب اللي ربنا حطه لك وأجراه على لسانك، ورد عليك بعدها: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لما نيجي بقى نتكلم عن فضل سورة الفاتحة وأسرارها وعظمتها، هنقول إن في يوم من الأيام كان رسولنا الكريم جالس مع سيدنا جبريل، فسمع صوت نقيض، والنقيض هو صوت فتح الباب. قال جبريل: هذا باب في السماء لم يفتح من قبل، وهذا ملك من السماء لم ينزل إلى الأرض قط. فنزل الملك وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل، وقال مخاطبا لنبي الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أتيتاهما ولم يؤتهما نبيا قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة، لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. يعني إيه أوتيته؟ يعني إن كانت الآية ثناء على الله فقد أوتيت أجرها، وإن كان الدعاء فقد أوتيت إجابته. ومن ضمن عظمة سورة الفاتحة الحديث القدسي، واللي فيه ربنا جل في علاه بيقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلى نصفين، فقال العبد الحمد لله رب العالمين، قال ربنا جل في علاه: حمدني عبدي. وإن قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإن قال مالك يوم الدين، رد عليه الله: مجدني عبدي. وإن قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال جل في علاه: هذا بيني وبين عبدي. وإن قال اهدنا الصراط المستقيم، قال ربنا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله على الجمال. سورة صغيرة زي دي 7 آيات فيها كل العظمة والتجلي ده، مفيش جمال ولا روعة بعد كده. أتخيل نفسي لما أجي في حضرة الله عشان أصلي وأنا عبد من عباد الله ماليش أي قيمة، ذرة تراب على الأرض، وأقرأ الفاتحة وفي كل آية يرد عليا ربنا. تخيل نفسك وانت بتصلي وتستشعر جمال العظمة، إنك تقول الآية وتستنى تسمع ربك جل في علاه وهو بيرد عليك. عظمة ما بعدها عظمة.
وفي فضلها وجمالها هنقول إنها أعظم سورة في القرآن، فاتحة الكتاب وأم الكتاب، لأنها بتشمل عقيدة وعبادة ومنهج حياة، وهي الشافية لأنها شفاء من كل داء، والكافية لأنها تكفي صاحبها كل سوء، والواقية لأنها تقي صاحبها من الشرور. تخيل سورة بالحجم ده لها العظمة دي كلها، مش محتاجة حتى إنك كل ما تقرأها إنك تفتح المصحف وتقرأها. اقرأها بالعدد اللي انت عايزه وشوف النعمة اللي هتبقى فيها، شوف الفتوحات اللي هتنفتح ليك. ويقال إن في روحانيات سورة الفاتحة لها تأثير على الماء، يعني تقرأها على الماء للشفاء. تقرأ 7 أو 17 أو 41 أو 100 مرة أو أي عدد انت تحب، تشفي من جميع أمراض الجسم. وأنا شخصيا جربتها. أذكر إن في ليلة كان عندي ألم مميت في جنبي ولم ينفع معي أي مسكن، فوضعت يدي على مكان التعب وبدأت بقراءتها. لا أذكر كم مرة قرأتها، لكن أذكر إن الوجع اختفى، مش تدريجيا، يعني مش من ألم شديد لألم أخف فأخف، لا والله إنه انتهى فورا. وسورة الفاتحة بتكسبك رهبة واحترام من حولك، يعني حتى لو حد له سلطة وله هيبة وانت من قارئ الفاتحة بكثرة، تلاقي الشخص ده يجي قدامك ويكن لك الاحترام والتقدير والمحبة. ومن روحانيتها أيضا أنها تعمل على نقاء الروح ورفع هالتك الروحية جدا عن تجربة. والفاتحة تفتح المغاليق، كل الأبواب المغلقة تفتح، زواج، تجارة، رزق، تدين، كل اللي ممكن تحبه، بس اقرأها بيقين واستشعر قوتها. يقال إن روحانيات سورة الفاتحة بتبقى روحانيات بيضاء، يعني بترتدي الأبيض بس حتى العمامة، ومناماتك بتبقى كأنك بتفتح أبواب مغلقة يعني. كمان لها تأثير على وضوح المنامات. إزاي تعمل بقى ورد للفاتحة؟ أولا لازم على الأقل تكون ملتزم بالصلاة، ودي رقم 1. رقم 2 تستشعر الكلام، مش تقرأ وخلاص، يعني ما تحسبش عدد بإنك بتقرأ وخلاص. رقم 3 تقدر تقرأها بأي عدد، وهي رقية، وأنا جربتها، يعني إنك تقرأ الفاتحة 7 مرات، دي رقية ترقي بها نفسك وأولادك. تقرأها 7 أو 17 أو 41 أو 100 أو أكتر، أنت حر. سورة مش كبيرة وعظيمة ولها فتوحات، والله إن سعادتي بيها ملهاش حدود. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ويا رب تطلعوا مستفيدين منه، وربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتي. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك وفعل الجرس، وسيب لي رأيك في تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.